بقى الزحمه دي كلها بسبب اللوجو ده؟ غريبه صح؟ بس صدقني لما تفهم القصه اللي ورا اللوجو ممكن رايك يتغير تماما. فخليك معايا في الفيديو ده عشان هرجع خناقه لوجو المتحف المصري الكبير من جديد. في الاول حابب ابدا بالاسم. انا شخصيا حبيت التسميه جدا، وخصوصا في اختيار كلمه جراند بدل بيج او لارج. فيها فخامه كده، فيها معنى عميق بدل الكلمتين اللي احنا قلناهم. والاذكى ان الاختصار بتاع الاسم الكامل بيكون كلمه جيم GEM اللي هي معناها جوهره بالانجليزي، وكأن مصر بتقدم جوهرتها التاريخيه الجديده للعالم كله. نروح بقى للوجو. بصراحه انا كنت واحد من الناس اللي ما قدرتش اقبله اول ما شفته. حسيته مختلف كده عن الهويه المصريه القديمه ومش شبهها كده. بس لما دخلت شفت دراسه الحاله على موقع المصمم اللي صممه بدات افهم الاسباب هو صممه بالشكل ده ليه. في الاول التكوين الهندسي للشعار متصمم على شكل المتحف من فوق كانه متصور من السماء كده، منظور راسي. وللمنظور ده المعماريين بيسموه الواجهه الخامسه للمبنى. اما عن الخط اللي اتنفذ بيه الاسم او التيبوجرافي بتاعت الاسم فهو خط يدوي معاصر معمول مخصوص للمتحف. وكمان لازم ما ننساش ان الشكل الهندسي بتاع اللوجو شكل ديناميكي، يعني بيختلف استخدام الشكل ده حسب المكان اللي هو موجود فيه عشان يعكس العلاقه بين المتحف والبيئه اللي موجوده حواليه، زي الاهرامات، نهر النيل، مدينه القاهره نفسها. وده الكلام الموجود في الكيس ستادي اللي كاتبها المصمم نفسه. نيجي بقى للهويه البصريه كلها. هي مش معموله عشان تحكي عن الماضي، هي معموله عشان تكمله، عشان تربط بين اللي كان واللي جاي. وده واضح جدا في التوجه العصري للالوان واستخدام شكل هندسي ديناميكي في تطبيقات مختلفه. والتوجه ده في رايي واضح ان هو بيستهدف جيل الشباب، ورسالته الاساسيه انه بيحاول يقول لهم زياره المتحف مش للباحثين والمثقفين بس، ده تجربه ممتعه وحيويه وكمان روشه. وده بقى بان في ردود الافعال بعد الافتتاح. شوف كم اليوتيوبرز والتيك توكرز اللي اتكلموا عن المتحف بحماس شديد جدا. توجه الهويه فعلا قدر يلمسهم، بس في نقطه ضعف كبيره جدا، وده طبعا من وجهه نظري. الديزاين سيستم العام من خطوط والوان وستايل كان ممكن يبقى اقوى. الستايل اللي اتنفذ بيه جينيريك حبتين، مش مميز كفايه ولا بيعكس الهويه التفاعليه والشخصيه التفاعليه للمتحف. يعني انا ممكن اتفهم فكره اللوجو، بس ليه الهويه البصريه ما كملتش بنفس الجرأه ونفس التوجه؟ بس لازم نفهم ان دي مش نتيجه قرار فريق العمل لوحده، دي نتيجه نقاش بين فرق فنيه وتسويقيه واداريه، وده طبيعي جدا في المشاريع الضخمه. انا هنا مش بنتقد، انا بحاول احلل عشان كلنا نتعلم ونستفيد. في الاخر حابب اسمع رايك جدا في الكومنتات. هل اللوجو يستحق كل الجدل اللي حصل عليه ده؟ وما تنساش تعمل لايك وفولو. ولو عندك فضول تعرف هل النقوش المصرية القديمة كانت فن ولا تصميم، استنى الفيديو الجاي. سلام.